وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد حادث أليم في المنيا. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. توفي اليوم المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي عن عمر يناهز 45 عاما بعد صراع مع إصابات بالغة تعرض لها نتيجة حادث سير مروع على طريق ملوي بمحافظة المنيا. إسماعيل الليثي نقل على إثر الحادث إلى مستشفى ملوى التخصصي حيث مكث في العناية المركزة لمدة 4 أيام، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وأعلن الأطباء وفاته نتيجة النزيف والردود الخطيرة التي أصابته أثناء الحادث. يذكر أن إسماعيل الليثي كان من أبرز وجوه الغناء الشعبي في مصر، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في هذا اللون الغنائي، وذاع صيته بين الجمهور بفضل صوته المميز وأغانيه التي لاقت انتشارا واسعا. الحادث الذي وقع أثار حالة من الحزن بين محب المطرب وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن صدمتهم وحزنهم العميق لرحيله المفاجئ، متمنيين له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان. نسأل الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.